نمت في الشارع وخسرت كل فلوسي. أنسب وقت للعياط. أيوة، زي ما قريت في العنوان. الموضوع في البداية كان مجرد تجربة، ما عنديش أدنى فكرة، لكن الفيديو قلب حقيقة وحصل حاجة ما كنتش متوقعاها. جاء التأكد من الرقم وإعادة المحاولة. والبنك عمل معايا حاجة ما بتحصلش أصلا. Can I try Apple Pay first before I buy? ما عرفتش أرجع الفندق في الإمارات واضطريت فعلا أنام في الشارع. هل كان قرار غبي؟ هل أنا اتسرعت بالتجربة؟ ولا أنا فعلا اتحطيت في اختبار؟ بس قبل ما احكي لكم اللي وصلني لكده، خليني اشرح لكم من الاول خالص. انا كنت دايما بشوف في الامارات الناس بتتكلم عن نظافه البلد، وانا بصراحه مش فارق لي قوي امشي بشراب ابيض وما يتوسخش. اكيد النظافه مهمه، بس اكتر حاجه تهمني كبنت اني امشي في مكان ومحدش يضايقني، ان اركب تاكسي وما تعرضش لموقف وحش. عشان كده فكرت في فكره، فكرت اني اقعد 24 ساعه في الشارع كتجربه ما اقدرش اعملها في اي مكان تاني. فهل فعلا الامارات امان؟ وهل التجربه نجحت ولا فشلت؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. تابعوا الفيديو عشان نشوف هنتصرف ازاي وهنعيش ازاي خلال ال 24 ساعة في الشارع من غير فلوس. أول حاجة عملتها إني قررت ما أقولش لأهلي، لكن كنت قايلة لأهلي اللي في الإمارات مش اللي في مصر. حسيتك كده بابا شاف الفيديو ده؟ انا ماليش دعوه، هي اللي مخططه لكل حاجه وزقاني معاها وخلاص. انا ما اعرفوش. هتوصلني لحد تحت، كتر خيرها. بس مش هعمل حاجه اكتر من كده. كتر يلا ألف خيرك، خططت. كتر ألف خيرك. يلا. وظبطنا وبدأنا نجهز كل حاجة. لو سألتوني هقول لكم أنا معرفش المفروض أخد إيه عشان أنام في الشارع، بس حاولت ما توترش وأخد حاجات كأني هبات في بيت واحدة صاحبتي. أمان بقى. أول خطوة شنطة الشارع اللي مش هتتسرق إن شاء الله يعني. هنعرف بقى بعدين. المهم الباسبور أول حاجة، عشان معرفش حسيت إني بعمل حاجة غلط وممكن حد يسألني عن الباسبور. تفتكروا إحنا رايحين فين؟ خدت كتاب ونضارة شمس، شاحن، وركزوا على وصلة الشاحن عشان هيحصل مشكلة بسببها قدام وهتحرجني. خدت محفظتي والتليفون، مناديل عشان لو حصل اي حاجه. المناديل بتحسسني بالامان، هو مين زيي؟ كريم للوش عشان ما نقشفش. دي ارقى بنت تبات في الشارع عموما. انا هانم. شنطه فيها ديودرنت والميك اب، بادي سبلاش، ليب جلوس، وفيتاميناتي، يا سلام على الصحه، ودراهم. سان بلوك عشان ما نسودش لما نصحى. طقم زياده للطوارئ، اسدال صلاه، وطقم تقيل انام بيه لو الجو برد، وصابونه وفرشه اسنان، وترابيزات بلياردو وبنج. وشراب تقيل عشان خايفه اتقرص او يطلع لي تعبان او سمكه التونه العنيده. اتوقع كده مش ناقصنا حاجه، بس ناقصنا حاجه، ناقصنا الشجاعه والتحلي بالصبر خلال ال 24 ساعه الجايين. الايام اللي جايه سودة عليك. وانا بحضر الشنطه ما كنتش اعرف ان عندي مشكله مع البنك وما خدتش فلوس كاش. لو خدتوا بالكم واحنا بنحضر ما كانش فيه فلوس. لميت حاجتي ورا ظهري واتحركت بكل حماس للمجهول، وقلت لنفسي جمله كاني بوصي نفسي وصيه. متوترة بس مش قوي، عشان اللي ربنا معاه ما يخافش، اللي ربنا معاه ما يخافش. ولو فاكرني هنام في الشارع، فانا قررت انام في مكان مميز. ما انا لو هنام في الشارع يبقى انام في مكان مميز، معلش. انا اخترت المكان يكون في دبي، بالتحديد كايت بيتش على البحر، عشان المكان شاطئ عام ومسموح فيه النزول في البحر بالليل ومفتوح 24 ساعه. ده غير ان في مكان لذوي الاحتياجات الخاصه كمان. بس اتصدمت لما رحت هناك، وهتعرفوا ليه. وقبل ما اركب التاكسي افتكرت ان الدنيا هتكون ضلمه هناك. خايفة من الضلمة، تخيل بقى الدنيا هتبقى مظلمة ومفيش نور أصلا. بصراحة أنا حاسة بحرية غريبة، بس والله أمان. يعني انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده أمان، الدنيا أمان. أنا زي الفل. وانت ايش حشرك يا اخي؟ اكتر حاجه كانت مطمناني في التجربه دي اني هقعد مع نفسي، ودي حاجه كل انسان محتاجها، خصوصا لو عايز تعرف نفسك اكتر، بالذات في السفر. بعدين مخاوفي بدات تتحقق، ولما ركبت التاكسي الليل كان خلاص بيليل والدنيا بقت ضلمه. الفلاش بتحارب الدنيا ليل. أنا عندي أعيط. قبل ما اروح عديت على سوبر ماركت، وهنا بدات المشكله وانا ما خدتش بالي. قلت اشتري لي اكل، ما انا ما فيش ثلاجه افتحها واكل منها، فجبت اكل افطر بيه تاني يوم ويكون خفيف. جبت ميه ولقيت تفاح اخضر، جبت تفاحه مغسوله. انبسطت قوي عشان في اختيار صحي. حاسه اني مهاجره على انها ليله. وكرواسون جبت نوع غريب بس عشان كله فضل مقاطعه. بفكركم بالمقاطعه، اوعى ما تكونش مقاطعه. هنا لما جيت احاسب البنك ما سحبش. انا فكرت عشان المبلغ قليل، لكن دي كانت بدايه المشكله. وعمل علامه صح، لكن الفلوس رجعت في الحساب ودفعت كاش ومشيت. طبعا ما اهتمتش بموضوع الفلوس، وكنت فاكره عادي بتحصل، وكل تركيزي كان ان انا خلاص رايحه على الكايت بيتش وهبات في الشارع وتجربه والحكايه والروايه، لحد ما وصلت كايت بيتش وانا لسه في نعيم الجهل اللي انا فيه. اكتر حاجه طمنتني ان كانت الدنيا منوره الحمد لله، فاطمنت شويه. جماعة الحقوني، أنا وصلت ومفيش حاجة أنام عليها. تقريبا شايلينها، فمش عارفة أنا هنام على إيه. حقيقي مش عارفة أنا هنام على إيه، بس الحمد لله حاطين سجادة أتمشى عليها. بس أنا دلوقتي مش عارفة هنام على إيه.
يخرب بيت الرعب. انا مطمنه بس يخرب بيت الرعب بجد. هفضل اتمشى لحد ما الاقي حاجه انام عليها، او الاماكن البعيده دي ممكن تكون اماكن نوم. في مكعبات هناك اهي، المكعبات دي ممكن تكون اماكن نوم مثلا. فكرة جيدة يا رودي. بس انا هنام على الرمله. فكرة سيئة يا رودي. احرق لكم اللي قلته ده اتحقق بالحرف. انا نسيت اجيب حاجه انام عليها وبدات ابانك. طب هو غالبا المكان بتاع البادل ده لو قفل الدنيا هتبقى كحل بالليل. ساعتها اقسم بالله اقسم بالله ما انام لكم فيها. انا ماشي. بس مش ده موضوعنا، وده اللي صدمني في المكان. بصوا هنا كده شويه لو قربنا في مكان بلديه، لو حصل لك اي حاجه بتروحوا، وفي دايما بوليس بيعدي على الشط، دايما في بوليس. مش قلت لكم كايت بيتش هيصدمني؟ صدمني. الدنيا أأمن مما أنا كنت متوقعة، وحرفيا البوليس في كل مكان. اطمنت من الأمان وبقيت قلقانة من الضلمة. نرجع لموضوع الأكل، وهنا استوعبت المصيبة اللي أنا فيها وبقيت في جحيم الوعي. ده اللي حصل. فهطلب تاكوز، مش عارفه اطلب كاسادية ولا تاكو، بس غالبا هطلب تاكو. اختاري يا اختي، كاسادية ولا تاكوز، واستلقي وعدك جوه اللي انتي ما تعرفيهوش. في واي فاي، فهحط كل الحاجات دي، ولو اشتغل هحمل افلام وهفضل صاحيه طول الليل. بصوا انا هعمل اول اختبار دلوقتي قبل ما بات. هسيب كل حاجتي واخش اعمل اوردر. وهنا قررت اقوم وعملت الاوردر. وبصوا وركزوا على التليفون، عمل صح، لكن المكنه ما سحبتش الفلوس زي ما حصل في السوبر ماركت. رحت جريت على اي مكنه ATM عشان اسحب الفلوس كلها، والكارت ما سحبش، والبنك في مصر قفل على الفلوس بدون سبب. وكان ده الحساب الاساسي. من كتر ما انا متوتره كنت بصور وايدي بتتهز والفيديو مش واضح، ونسيت اصلا موضوع اني بصور، وركزت بس ان انا احل الموضوع. طبعا ساعات كتير لما بتحصل مصيبه بقلبها بضحك، بس دلوقتي في مشكله اكبر. انا هرجع البيت ازاي؟ انا بجد مش عارفه الفيديو ده ازاي بابا وماما هيشوفوه، مش هيرضوا يسفروني تاني. انا طبعا كنت في مصيبه لاني معرفتش اتصل بالبنك. الرقم المطلوب غير صحيح. الرقم الرجاء التأكد من الرقم وإعادته. وكلمت صحابي اللي في البلد وكانوا قافلين، محدش رد عليا. كلمت صحابي في مصر لحد ما افتكرت مصيبه اكبر، اني مش معايا فلوس كاش ارجع بيها البيت. يعني حتى لو قررت ان انا ما اكملش التجربه فانا مضطر اكمل التجربه عشان معيش فلوس ارجع الفندق. بعدين افتكرت ان الحساب ده كان فيه فلوس لاخر السفريه. حاولت اتصل بالبنك، حاولت اكتب رمز البلد واتصل بالخط الساخن للبنك، مفيش. كل محاولاتي ملهاش نتيجه. وساعتها ما كانش قدامي غير قرار ان اقعد واعيش واشوف ايه اللي مستنيني. بس لقيت رساله من بابا، وهنا اتوترت اكتر لاني ما كنتش عايزه اقلقه. بابا بعت لي مسج كانه حاسس. بابا بعت لي مسج دلوقتي حالا ريكورد، وانا مش عارفه اكلمه ازاي وانا متوتره. حاسه ان انا عايزه اعيط. يمكن محدش يحب انه فلوسه ما تتسحبش، دي حاجه احساس بعدم الامان خالص. فانا مش عارفه انا وصلت للليميت، انا عملت ايه بالظبط. فاقسم بالله انا مظبطه اي حاجه من الحاجات دي. امرأة في ورطة. انا خلاص لا معرفش فلوس ما اسحبش، وبابا بيبعت لي وانا مش عارفه ارد عليه عشان صوتي باين ان انا مش كويسه، لدرجه انه خلاص قبل باي صباح الفل. وصلت في البنك عندي لان البنك قالوا لي ان انت الليميت بتاعك 2 مليون جنيه، واكيد انا ما دفعتش 2 مليون جنيه، اكيد انا ما دفعتش 2 مليون جنيه دلوقتي، وانا مش فاهمه. انا محتاجه اتكلم البنك بتاعي وهنا قررت اقعد احسب حساباتي بره الفيديو. اول حاجه طمنت ان الباسبور في الشنطه، معيش غير الباسبور والفيزا، معيش غير فيزا واحده، والفيزا دي مش شغاله، والفيزا ما فيهاش فلوس. فهنشوف دلوقتي انا معايا كام كاش، لانه ما باخدش كاش في العادي، فهنلاقي معانا. بدات اعد الفلوس الكاش. 50 درهم 10 20. دلوقتي انا مش معايا غير دول 50 درهم 10 20 30. للاسف الفلوس كانت قليله، فما كنتش هعرف اتغدى واخد تاكسي يرجعني الفندق، وما كنتش عارفه المشكله هتتحل امتى، فما اكلتش فضلت جعانه. انا بجد كنت هموت من الجوع. يا ريتني كنت سحبت من تحت الاوتيل، في مكنه تحت الاوتيل كان ممكن اسحب منها فلوس واكتشف المشكله دي اكتر بدري، فبالتالي مش هبقى في المشكله دي. الاولى يكون معايا كاش عشان ارجع البيت. ازاي؟ اكيد في طريقه. بعدها قعدت جعانه ومتوتره وقررت افضفض لكم في الكاميرا. انا اكتر حاجه مضايقاني ان انا عمري ما كنت اتخيل في حياتي ان انا هخش مكان هبقى نفسي في حاجه، بالذات ان انا كنت داخله مكان اكل تاكوز على البحر وانبسط وانجوي، وخلاص مسافره كمان كام يوم وفجاه الابل باي ما يشتغلش ولا اي حاجه تشتغل، بس عشان
معرفش، انا معرفش الصراحه، مش عارفه. بس الفلوس اللي معايا دلوقتي دي يا دوب اروح بيها، مش عارفه هروح ازاي، فهروح بيها ان شاء الله بكره، وهلاقي طريقه، اكيد هلاقي طريقه، اكيد يعني. مش عارفه متوتره. انا عارفه ان انا عارفه اتصرف، الموضوع سهل، الموضوع بسيط، بس ليه النهارده؟ اشمعنى النهارده؟ انا بقالي شهر في الامارات، والنهارده بس ابل باي والكارت قفل ومش عارفه اخد فلوسي. بعدها نور في دماغي اللمبه، افتكرت اني معايا ميه وكرواسون وتفاح، فاكرين اللي اشتريناهم، وان الحياه ليست بهذا السوء. ده انا كنت نسيت. هنا كنت بفكر ازاي هشرب الميه على مراحل عشان تكفيني لحد بكره. بس صاحبه المكان واقفه وبتصلي هتموتني. بعيدا عن كل حاجه، انا جبت كرواسون ده على اساس ان هو بالجبنه، ده ولا دقه جبنه ولا شفه، ده كرواسون في مخبز اسمه مخبز الصفوه، اقسم بالله في جبنه اكتر من كده. انا مش هتنك عشان دي الحاجه الوحيده اللي هقدر اكلها دلوقتي لحد ما يبقى معايا فلوس. الحمد لله على الفقر والجدعنة. بعد ما هديت افتكرت كام حاجه. دلوقتي هديت شويه وقررت انزل ستوري على انستجرام. طمنوني عليكم يا جماعه، ده لو دل على شيء هيدل على ان السوشيال ميديا مش حقيقيه بالمره. ان انا دلوقتي في مشكله وفي الشارع وبنزل لكم ستوري عادي. ليه؟ اهو بصوا بنزل لكم ستوري وانا بضحك ومبسوطه، وانا في الحقيقه في مصيبه. ربنا ما يجيبش مصايب، بس يعني طيب لو محتاجه اخد تاكسي للمطار، تاكسي هنا مثلا، يعني تاكسي خصوصيه، يعني محتاجه اروح مره ثانيه، محتاجه اروح ابو ظبي، من ابو ظبي انا هرجع على دبي، المفروض اسافر من دبي، هعمل ايه؟ كل دي اسئله هنلاقي اجابتها في المستقبل. المشكله ان الميه محتاجه حمام، واكيد الحمام ده 24/7. ده ما لفتش نظرك لحاجه؟ فشربت ميه وقعدت لوحدي شويه. ساعتها كنت حاسه احساس وحش قوي، بس الاحساس ده اتحول فجاه لنعمه ما كنتش عارفاها. بحس ان العلاج النفسي كان مهم قوي. ليه؟ لان الحاجات اللي زي دي زمان مثلا وانا صغيره كان ممكن انهار. دلوقتي انا حاسه ان انا بارده ولا عندي اي دم. في الحاجات اللي زي دي على فكره يعني انا بتكلم وفي ناس هنا ممكن تفهمني، بس انا ما عنديش مشكله. دي ما عندكيش مشكله يا امنيه، عشان ان نظره الناس ليا ما تبقاش مشكله. يعني انا اهو في نص المكان بصور عادي، في حد رايح في حد جاي بيشوف كل حاجه، وممكن يكون فاهم كمان انا بقول ايه للكاميرا. انتوا هتعيشوا مره واحده، ففي المره دي ما تحاولوش ترضوا فيها اي حد، وفي كل الحالات انا مش مهتمه. عشان ده بقى فايدة العلاج النفسي. وصلت لمرحلة مع نفسك انك خلاص مهما حصل انا مطمن ان انا مع نفسي. ده اللي انا بقوله لنفسي دلوقتي، مهما حصل انا مطمنة ان امنية مع امنية، ومش من نهاية الدنيا ومش نهاية العالم اطلاقا. كل حاجة وحشة ممكن تحصل على فكرة، بس الاهم انت مين لما الحاجة دي تحصل. بس انت مين لما الحاجة دي تحصل. ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ طب لو حصلت ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل حاجه. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان انا تعبت عشان اعمل الفيديوهات دي. سكت شويه وسالت واحده هل كل الانوار هتقفل بعد الساعه 12؟ ويا ريتني ما سالت. Hello. Hi. The light, all the lights gonna be turned off after 12 a.m. It's gonna be closed. Every light in the beach is gonna be closed, right? الحمد لله البنك رجع لي الفلوس، الحمد لله دي حاجه كويسه. فانا هرجع اكلمهم. اتبعت لي رساله والبنك رجع لي الفلوس، لكن مفيش سحب للفلوس. وبعد ما البنك رجع لي الفلوس قلت اتصل بيهم، هل الكارت شغال ولا لا؟ يوزر بيزي تاني. بس قبل ما نعمل ده لقيت حمام اخيرا، ودخلت عشان اغير هدومي لهودي وبنطلون تقيل. تنفس صناعي يابا. الجو ما كانش برد، بس انا كنت بردانه من كتر القلق والضغط اللي حسيت بيه. وحسيت ان كل الناس اللي حواليا عرفوا اني مش معايا فلوس وما اتغديتش، عشان حرفيا الشط كله كان قاعد في المكان اللي كنت قاعده فيه. مش مهم. بس ده ما يمنعش الاوتفيت تشيك. اوتفيت خطير جميل، ناقصه بس يبقى فيه فلوس في جيبك. هنا كنت بدات افقد الامل واقول ارجع الفندق ولا اكمل، اكلم حد من صحابي. انا حاسه الاحساس دلوقتي اللي هو ماليش مكان اروح. بس مهم. بس لقيت حاجه قلت اجربها، لقيت عربيه ايس كريم. بس ولو اي نعم معيش فلوس، رحت اجرب اجيب ايس كريم، ممكن يدفع صح. Can I try Apple Pay first before I buy? It takes Apple Pay.
Takes up a bit. Can I try for one? If it works, I'm gonna order. Because the another restaurant, it didn't get any. It takes. Done? No. It's not. Yeah, there's a problem with the card. They show. Thank you. Thank you. Thank you. ما ردتش عليا، قالت لي طالما انت مش بتاكلي ايس كريم والله العظيم ما رد عليكي ولا ثانك يو ولا مش ثانك يو. جماعة الست بجد خدت الموضوع شخصي وبصت لي بقرف. يلا. وفجأة البنك بدأ يرن. آخرين يرجى الانتظار وسوف نقوم بالرد على مكالمتكم في أسرع وقت. انا دلوقتي بره مصر والابل باي بتاعي مش شغال والكريدت بتاعتي مش شغاله، بحاول احاسب ومش عارفه. طلب مني شوية تفاصيل والبطاقة، لكن المشكلة الحقيقية كانت في اليوم بيكون 300,000 في اليوم 300,000 كسرة أو النايم يعني. وفي الشهر 2 مليون وانا اكيد ما عملتش كده. هي ممكن تكون بس عشان مشكلة عامة حاليا. مشكله عامه بسبب كل ايام ربنا وجايين في اليوم اللي انا مسافره فيه. اتأكدت اني ما عدتش ليميت السحب بره البلد، لكن المشكلة الحقيقية كانت اللي فهمته ان في تحديثات في العموم، بس ما قاليش امتى المشكلة هتتحل على كل الحسابات، مش حساب انا بس. شكرا لحضرتك. هو يعني ايه يا ربي؟ سكت شوية ولقيت راجل بيغني وصوته حلو قوي، عملت نفسي مش واخدة بالي من المكالمة وفضلت اصوره. قلت يلا ننشر الإيجابية والسلام والحب. مش عارفه هل هعرف اكمل ولا لا، عماله افكر في الموضوع. هل التجربه تستحق؟ جماعة عمو طلع عامل تاتو لعياله بأساميهم، بس أنا سألته سؤال غبي قوي. And tell me the story about your tattoo. This tattoo. My daughter again. Your daughter. قلت له عيالك عايشين ولا لأ؟ She's alive. Yeah, of course. No, I mean. ما أنا مش مصدقة كم الحب ده. طيب تاني انا قلت لواحد هنا ان انا هبات في الشارع. على فكره عارفين لما Oh my god, thank you. Thank you. لسه هقول تفتكروا يعمل فيا حاجة. الدنيا زادت مية. بعدين زهقت وحملت كتاب وحاولت أقراه، بس ما قدرتش أكمل صفحتين من كتر الغضب. يعني الحالات اللي أنا ببقى زهقانة فيها غالبا بيبقى معايا فلوس أطلع أفش غلي في الأكل زي أي حد عادي بيطلع غلي في الأكل، لكن دلوقتي لا فلوس ولا أكل. أعمل إيه؟ والله ممكن أنزل فيلم، ممكن أعمل في الفيلم، بس إيه بقى أتفرج على إيه؟ بس أنا مش عايزة أشتت نفسي، أنا عايزة أعيش التجربة من غير أي ملهيات بصراحة بقى. يعني أنا عايزة أعيش التجربة زي ما هي من غير أي حاجة، بس عشان أقضي الوقت وأضيع الوقت. فكرت نفسي بهدف الفيديو، هل الدنيا أمان فعلا؟ فقررت أسيب حاجتي وأشوف هتتسرق ولا لأ، وقررت أروح بعيد وأقعد مع نفسي وأتحرك. خليكم مركزين عشان هنرجع بعدها. هل الحاجة تفضل في مكانها؟ في المشكلة الكبيرة إيه؟ إننا ما بنحبش نقعد مع نفسنا. يعني دلوقتي أنا ده وقت إن أنا أقضي مع نفسي وأقعد فيه مع نفسي، بس مش بحاول أشوف أي حاجة تلهيني. يعني بحاول أشوف كتاب أقراه عشان ما أقعدش مع نفسي، بحاول أشوف فيلم أنزله عشان ما أقعدش مع نفسي، بحاول أحل المشكلة اللي اتحلت خلاص عشان ما أقعدش مع نفسي. أنا بحب أقعد مع نفسي، مش بس عشان أنت تبات في الشارع ولا أنت تبقى قاعد مع نفسك في الأوضة لوحدك. بس في حد عدى بالموتوسيكل رافع حصان زي الناس اللي بيعدوا قدام مدارس البنات الثانوي مثلا، أو انتوا فاهمين قصدي. فكرتنا ان احنا مش يعني دي فرصه كبيره جدا ان انا اقعد مع نفسي اكتر يوم كامل، مفيش اي حاجه تلهيني ان انا اقعد مع نفسي، اكتب افكاري، اقراها، اشوف نفسي، اشوفني انا، اطمن على امنيه. انا قاعده دلوقتي الوقت كله بتاعي مفيش اي حاجه، مفيش تلفزيون، مفيش نت، مفيش اي حاجه، بس البحر ورايا وانا اهو وبس. حتى انا مش عايزه اشحن تليفوناتي، انا عايزه تليفوني يفصل بس عشان اقعد مع نفسي. دي اهم حاجه في التجربه دي. حتى لو انتوا في اي مكان، انتوا مش لازم تبات في الشارع عشان تقعد مع نفسك، انت محتاج مكان واسع او مكان ما فيهوش حد، أو انت محتاج مكان بس تقعد فيه مع نفسك. ساعتها بس هتعرف حاجات كتير قوي انت كنت محتاج تعرفها لو بس قعدت مع نفسك شويه. يمكن حياتك تتغير كلها. انا كل الحاجات اللي غيرت حياتي كانت ان انا قعدت مع نفسي في فتره من الفترات، قعدت لوحدي من غير ما الهيني، من غير ما امسك التليفون، من غير ما سكرول، من غير ما اتفرج على افلام، من غير ما اعمل اي حاجه من الحاجات دي. انا قاعده بسمع امنيه. بدأت اتحمس وانبسط. بصراحه دبي امان جدا والمكان حلو، بس كان ناقصه اكل، يعني كنت جعانه قوي. دلوقتي راجعه اشوف حاجتي، يا رب تبقى في مكانها، والحاجه لسه في مكانها. عايزين نتشيك كده كل حاجه موجوده ولا لا. فين التليفون؟
فين التليفون؟ يس، التليفون هنا، كل حاجه هنا، كله مظبوط. امان. وقت الدنيا ليل اكتر وسبت حاجتي ورجعت لقيتها تاني. يعني في حاجات كتير غاليه في الشنطه. بعد محاولة ان اقرا واكلم حد وحتى كلمت الراجل اللي كان بيغني، جسمي بدأ يوجعني وكنت جعانة قوي وصدعت. تعرفوا ده انسب وقت لايه؟ ده انسب وقت للعياط. قفلت الكاميرا وفعلا كنت بعيط من الألم، بس رجعت لتكملة التجربة. أكيد هفهم حاجة وهتعلم حاجة. بس فاكرين وصلة الشحن اللي قلت لكم ركزوا معاها؟ نسيت الوصلة بتاعت التليفون اللي بصور بيه. انا مش عارفه في ايه، نسيت الوصله، مش معايا فلوس في الشارع، في ايه؟ وساعتها كان عندي مشكلة جديدة لحلها، إني مش هعرف أصور. عايزه اسال نفسي سؤال اخير، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ الاسوأ لو حصل هتعرفي تتصرفي. بس بعد 6 ساعات من القعدة الدنيا ضلمت، لحد ما حصل حاجة تانية. أنا بدأت أحس إني هاعية والجو كان رطوبة مضرة. بدأت أزكم وكان صوتي في الأول تمام، عيني بتدمع من كتر الرطوبة أو من كتر المشاكل، مش عارفة. بس قررت أكمل وأتغطى بالشالة على إني كنت بردانة قوي وما دفتنيش. حاولت أتفرج على فيلم بس ما عرفتش أركز خالص. القعدة مؤلمة والرملة والرطوبة مخليين الرملة مطينة، فلو رحت البحر كان هدومي هتكون مش نظيفة. وعشان تفهموا الرطوبة كانت صعبة إزاي هوريكم. وعلى فكره يا جماعه المطره مش ممطره، دي الرطوبه. يا جماعه انا مش عايزه اخوفكم، بس الشنطه بتاعتي مبلوله والكراسي مبلوله وحتى هنا مبلول. بصوا الميه دي اللي على السطح ده كله، مش الميه دي مش ميه مدلوقه، ده من الرطوبه. الجو فيه رطوبه غريبه. هصحى الصبح هلاقيني مستحميه. ويقول لك الفلوس ما بتجيبش السعاده. انتوا شايفين انا فين؟ عمري ما كنت اتخيل ان ده يحصل لي في حياتي. يعني لو انا في فيلم وقالوا لي انت في الفيلم ده هتكوني جعانه، عمري ما كنت هصدق. وجت اللحظه اللي المفروض انام فيها، عشان خلاص الدنيا بقت ضلمه، قفل كل الانوار. بس خلاص اتحديت خوفي ورحت انام. نايمه على البحر، مفيش حاجه تحصل. على الراحه اللي انا فيها. غالبا هقعد اقرا كتاب شويه لحد ما اروح في النوم وانام خالص بقى كده. صوت البحر ما كانش مهديني خالص. لاول مره احس صوت البحر مزعج. الدنيا كانت كحل مش ضلمه. كنت بصور لكم بالفلاش. للاسف انا ما قدرتش انام. مش هكدب عليكم، الموضوع قلب بحزن وبدأت أسمع أي حاجة بدل صوت البحر، على إني بحب صوت البحر. بس صوت الجوع والعيا وزيادة الرطوبة كانوا أعلى من صوت البحر. ما كانش فيه غيري على البحر لحد ما اتصاحبت على حد. اللي هيقول عليا وحيدة لقيت قطة ألعب معاها. بس تعالي بطلي تشمشمي. بس تقريبا هي قطة متخلفة، بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي صاحية دلوقتي تلعب معايا في نص البحر. بس حتى الساعة فصلت. تعالي الظاهر ان القطة حتى مش عايزة تقعد معايا. قطة. هنا التعب بدأ يزيد عليا، عيني بدأت تحمر، ما كنتش عارفة اتنفس قوي. حاولت ما استسلمش للتعب وحرك الدورة الدموية. ارقص غصب عني، ارقص غصب عني. البلد اللي ما تعرفش حد فيها. ده مثلا وحش ما ينفعش اقوله. لحظة إدراك بجد. لحد ما الصبح طلع والتجربة خلاص قربت تخلص. فاكرين الكتاب اللي جبناه اول الفيديو؟ مستنيين اقول لكم طلع الصبح وقريت. انا ما فتحتوش اصلا ولا حتى عارفه هو بيتكلم عن ايه. حرفيا ما كنتش شايفه قدامي. كان كل احلامي سرير وبطانيه ووجبه ساخنه والبنك يحل المشكله عشان ارجع البيت. انا مش تحت عيني اسود، ده المسكره ساحت عشان فضلت اعيط بالليل. وتدوا لنفسكم الحق انكم عيطوا كويس قوي عشان دي حاجه هتفرق قوي. بس قلت اودع المكان اللي علمني ان لو الدنيا خدت منك حاجات هتقدر تكمل عادي وهتلاقي طريقه تنبسط بيها. بدات احب صوت البحر من تاني لما الصبح طلع. يمكن عشان البحر مبقاش مجهول وبقيت شايفاه. الانسان طلع بيخاف من المجهول حتى لو قدام عينه، بس هتشوف الحلو وانت خايف برضه عادي، مفيش مشكله. طبعا بعد ما الشمس طلعت مفكرين ان مشكله البنك اتحلت. لا، هناكل التفاحه المتبقيه عشان ده فطارنا. وبعدها على طول المشكله اتحلت الحمد لله، والنهايه سعيده وبقى معايا فلوسي الحمد لله. بس في حاجه عكننت عليا لازم اقولها لكم. انا اكتشفت ان كان في المكان ده امبارح، بس من الضلمه انا ما شفتوش، وكان ممكن انام على اي كنبه من الكنب ده بدل ما انا اتقدرت هناك في البحر. فكرة سيئة يا رودي. طب السؤال المهم، انا استفدت ايه من التجربه دي؟ لو تفتكروا احنا كنا عاملين التجربه عشان نعرف الامارات امان قد ايه، بس الدرس اللي اتعلمته غير كده خالص. انا كنت جايه في تجربه والتجربه دي اتقلبت عليا. الغريب ان اكتر يوم افتكرت فيه ان حياتي بتنتهي هو اليوم اللي علمني حاجات كتير.
رسالتي من الفيديو ده، الامارات امان، امان، بس اللي اتعلمته من تجربه انك تقضي يوم في الشارع لوحدك كان انا حطيتهم في نقط، لان النقط دي انا هقراها بعيدا عن الفيديو، بعيدا عن السكريبت. دي حاجات عرفتها عن نفسي لما قضيت يوم واحد بس مع نفسي، من غير اي حد، من غير صحاب، من غير اهلي، من غير اي حد، وبس قعدت مع نفسي الساعات اللي فاتت دي في الليل ومع البحر ولوحدي. ان انا بعرف اتصرف، انا كأمنية بعرف اتصرف، ولازم انتوا كمان تحطوا ده في دماغكم، ان مهما حصل في الدنيا دي، الدنيا خلاص وقعت، معيش فلوس، في الشارع، بنتي، التليفون اللي بصور بيه دلوقتي حالا ده هيفصل ومعيش الوصله بتاعته. جايلي من فين حته الايمان ان كل حاجه تبقى زي الفل، لان كل حاجه فعلا هتبقى زي الفل. ايه اسوء حاجه ممكن تحصل؟ مفيش حاجه سيئه هتحصل لكم، فانتوا خليكم مؤمنين ان انتوا دايما هتعرفوا تتصرفوا، دايما طول الوقت، لان الحاجه اللي انتوا مش هتعرفوا تتصرفوا فيها غالبا انتوا هتكونوا متوا، لان الحاجه الوحيده اللي مش ملهاش حل هي الموت. ففكره انك مش لاقي حل، فكره كده ان انت مت خلاص. افتكروا ان انتوا قدها، وان انتوا تقدروا تتصرفوا، وان انتوا تقدروا تعملوا تجارب كتير قوي. انا مش بزهق من القعده مع نفسي، انا فعلا مش بزهق من القعده مع نفسي. انا قعدت ومش زهقانه، انا بس مفرهده ان انا ما عرفتش انام، انا ما عرفتش انام من فكره ان انا لابسه الجزمه ومش عارف اقلعها لان الرمله مبلوله، فابقى نايمه رجلي مبلوله بسبب الرمله، وانا نسيت اجيب حاجه انام عليها. جو رطب جدا، فحتى لو جبت حاجه انام عليها الجو رطوبه جدا لدرجه ان الارض مبلوله وبتزحلق. انا اكتشفت ان انا ما اقدرش انام لو الدنيا مش نظيفه. النظافه مهمه لدرجه ان انا ما نمتش، النوم سلطان، وانا قاومت سلطه النوم عليا لدرجه ان انا مش موافقه ان انا في رمله وفي بهدله. كده طالما احنا وصلنا لنهايه الفيديو، كده تجربتنا صح. دبي امان جدا للست بالذات، وما كنتش خايفه. انا بشوف ناس بيحطوا الدهب بتاعهم ويسيبوه ويمشوا، وناس يحطوا الحاجات الغاليه بتاعتهم ويسيبوها ويمشوا، وفعلا طلعت امان. انا عارفه ان هي امان، وعارفه ان التجربه دي كانت هتنجح، بس شعور التاكيد الزياده فوق التاكيد ده. عارف انت لما تبقى عايز تقعد لوحدك وتشرب حاجه سخنه، تخيل بقى انك عايز تقعد لوحدك شهر، شهرين، 3 كده وترجع للدنيا. عارف انت بتعرف قد ايه انك مثلا كنت محتاج تاكل حاجه حلوه او تاكل اكله نفسك فيها، بس لما تيجي تاكلها تقول يا الله كانت وحشاني ازاي. انا عرفت ان انا كنت محتاجه اقضي وقت مع نفسي. انا اصلا مسافره، ده اخر يوم ليا في دبي، وهروح بكره ابو ظبي، وبعدين هرجع تاني دبي عشان ارجع مصر. وعرفت كمان انك لو عندك مشكله مع اي حد، في الحقيقه هي مش مشكله مع حد، هي مشكله معاك. يعني زي مثلا انت مصاحب ناس انت مش بتحبهم، دي حاجه من الحاجات اللي حللتها، وكنت بقرا كتاب امبارح عن التحليل النفسي. لو انت مصاحب ناس انت ما بتحبهمش، المشكله مش فيهم، هم ما عملوش حاجه، انت اللي اخترت ان هم يبقوا في حياتك، عشان في ناس اوريدي كويسين موجودين، وفي ناس وحشين موجودين، انت بس اللي اخترت. وده يتطبق على كل حاجه في الدنيا. ما تقعدش بقى تقول انا دور الضحيه، لا 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 لا. التجربه دي علت من ثقتي في نفسي جدا. ليه؟ لان انا بصور لوحدي، اول مره يعني اصور لوحدي في الشارع الفتره دي كلها، مش معايا مصور، ولوحدي، وحصلت لي كل المشاكل اللي ممكن تحصل لانسان في يوم واحد. ايه اللي يخليك ما تثقش في نفسك لو انت عديت بكل الحاجات دي وبتثق في نفسك؟ يعني ده مثال بسيط قوي على المشاكل اللي ممكن تواجهك في حياتك وانت حلتها، فتثق في نفسك اكتر. امتى بنثق في نفسنا؟ لما يحصل افعال، والافعال دي تبين لنا ايه ده احنا جامدين قوي فعلا، ايه ده احنا طلعنا بنعرف نتصرف. ركز على الحلو، الحلو يكبر، وركز على الوحش، الوحش يكبر. لما ركزت على الحلو وركزت على البحر والهواء والكتاب والحاجات الايجابيه، كل الحاجات دي كبرت، وكل الحاجات دي حسستني ان انا اخف. لو كنت ركزت ان يا لهوي هفضل مقدره نفسي وافضل مركزه مع فكره واحده بس، فكره ان انا مش مرتاحه، هفضل مش مرتاحه. لكن عشان انا شتت افكاري وخليت مخي يفكر في البحر قد ايه حلو، الشمس قد ايه حلوه، الدنيا قد ايه حلوه، ما اتغديتيش خلاص صومي، مش انتي بتصومي في رمضان؟ صومي. وبالليل حصلت حاجه، انا كنت ماشيه على البحر وكنت زهقت الساعه 3 الفجر ومش جايلي نوم ومش عارفه انام والدنيا مبهدله وجعانه، فبصيت على البحر كده وقلت انا زهقت من البحر، انا مش عايزه ابص على البحر تاني في حياتي. عارفين انا فكرت في ايه؟ قبلها بيوم كان في بنت في الحمام بتغسل ايديها، البنت دي كفيفه مش بتشوف، فانا فكرت يا رب الحمد لله ان انت مديني عين ان انا اشوف البحر. كل الحاجات دي سبتيها وركزت ان انت زهقت من البحر عشان عايزه تمشي دلوقتي حالا. فده لو هيدل على حاجه، هيدل على ان الامتنان دي نعمه كبيره جدا، انك تقعد تحمد ربنا. انا فعلا قعدت نص الليل فضلت احمد ربنا على كل حاجه في حياتي، الحمد لله بجد الحمد لله، على فكره الوجود، انك موجود، انك اتخلقت، الحمد لله. دي في حد ذاتها شكر ربنا، الحمد لله ان قدر لنا ان احنا نعيش الحياه دي. فلما بتحصل لك مشاكل تافهه او عبيطه، ما تنساش كل الحاجات الحلوه اللي ربنا عملها معاك. واخيرا لما بتقعد لوحدك، الشخصيه اللي انت مخبيها عن كل الناس بتظهر. احتوي الشخصيه دي هي انت من غير اي مؤثرات خارجيه، انت من غير اي حد يتدخل في حياتك.
هو ده انت. لاحظ الشخصيه دي، اكتب كل الافكار اللي عندها، هتحس انك بتقرب من نفسك. ساعتها هتحس ان انت مش في غربه عن نفسك، هتحس ان جسمك وروحك في نفس الحته، مش هتحس ان انت في جسم حد مختلف وروح حد تاني. الاتنين واحد، الاتنين بيعرفوا يتواصلوا، الاتنين بيعرفوا يتكلموا مع بعض. وتجربه زي دي بتفكرنا ان البيت نعمه، الاكل نعمه، الشعور بالامان نعمه، الفلوس نعمه، الصحاب نعمه كمان. فانا حسيت بغياب الاربعه كلهم، ودي نعمه كبيره جدا مش هيعرف قيمتها غير الشخص اللي فقدها حتى لو يوم واحد. فبس كده، لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني عشان نعمل فيديوهات اكتر والقناه دي تكسر 1,000,000. بحبكم قوي. عندي ليكم سؤال، انت مين من غير الحاجات الماديه اللي معاك؟